هذا هو أفقر ممثل في المملكة المتحدة. وإليك السبب: توم هاردي كسب عشرات الملايين من الدولارات بفضل أفلامه، لكن حياته بعيدة كل البعد عن حكاية هوليودية خيالية. فهو لا يملك قصرا في لوس أنجلوس، ولا مجموعة سيارات فاخرة أو ساعات ذهبية. لقد اختار شيئا آخر: أن يعيش بتواضع ويساعد الآخرين. رأى توم هاردي كيف دمر العديد من نجوم هوليوود حياتهم بسبب المال، وشاهد ممثلين يتقاضون الملايين مقابل فيلم واحد، ثم أصبحوا كسالى ومتورطين في فضائح بسبب إنفاقهم غير المسؤول. فأدرك أن الرفاهية الحقيقية هي أن تبقى وفيا لنفسك، بدلا من إنفاق المال على كماليات غير ضرورية. يوجه أمواله إلى الأعمال الخيرية بهدوء، من دون كاميرات أو دعاية، ولهذا يحترمه ملايين الناس. في عالم أعمته الأموال، اختار توم هاردي طريق البساطة. والثروة الحقيقية ليست أرقاما في حساب بنكي، بل القدرة على البقاء إنسانا. شاركوا هذا الفيديو مع صديق واسأله: هل سيختار الرفاهية أم التواضع؟ وأنت ماذا ستفعل لو كنت مكانه؟